كشف القاعدة والبوتين. يا ابني هات لنا الماتش، عاوزين نعرف الكره دخلت جول ولا ما دخلتش في ليلتك الصوره دي. وكل شويه المخرج قاعد لنا لقطه عبد الظاهر الضيع. خلاص يا عم عرفنا ان الكره دي اللي مش هتصعدنا، كفايه بقى يا راي. الكره فترجع لسيد معوض اللي بيرفع صعد كاس العالم، والغني بيصعد كاس العالم، ومصر لسه ما بتصعدش كاس العالم. 20 سنه يا راجل من سيناريوهات غريبه بتحصل لنا عشان ما نصعدش. يعني نكسب ونصعد في 94 بس طوبه فتحت دماغ مدرب زيمبابوي وخلتنا قعدنا الماتش وما صعدناش. حتى 98 تخسر يا راجل من لايبيريا. لايبيريا يا راجل دي لولا جورج ويا وقتها ما كناش عرفنا حتى انهم عايشين. ده غير 2002 وحرام عليك يا طارق. حرام عليك يا طارق. لا 2002 ده كان كوليكشن مخدرات كده يعني طارق السعيد في اخر الدقايق بيلم حارس المغرب بالجمهور ويحطها في الشبكه من بره. تيجي لنا فرصه قدام الجزائر يا اخي، الكره لو كان مر عليها شويه هوا بس كانت هتدخل لوحدها، فمحمد عمار يصمم يصطاد بيها حمام. اللي رزق ان بعد ده كله ما صعدناش فرق اهداف. مع مين بقى؟ مع السنغال يلا ما عندكش شغلانه ثانيه يا ابن يا اخي انا حاسس اننا لو دخلنا مسابقه حتى في الكلام الفاضي هيكسبونا برضه. 2006 بقى كنا خارج اطار المنافسه والحمد لله. ونيجي بقى للسنه المشهوده او موضوع حلقتنا النهارده، تصفيات كاس عالم 2010 والازعارينا اللي حصلت بين مصر والجزائر. والان دعونا نعلم ماذا حدث للدبه بعد سندوتش الكبده. مجموعه مصر في التصفيات دي كانت عباره عن مصر مع الجزائر وزامبيا ورواندا. معاك جيل سد عين الشمس لسه واخد 2 افريقيا ورا بعض. كل المعايير والمقاييس اللي في الدنيا بتقول ان الليله ليلتك يا معلم، غير انه اول مونديال في افريقيا يعني حدث استثنائي، يعني نتلحلح بقى. وبتبدا اول جوله في المجموعه والجزائر بتتعادل مع رواندا 0-0. بس الدنيا بتضحك لنا بدري اهو. وكمان عندنا احنا ماتش مع زامبيا في استاد القاهره، يعني لو قلبك جايبك تعالى انت وحبايبك يابا. يا اخي ده احنا كفايه بس كان معانا روس حربه عماد متعب وزيدان وعمرو زكي، ده احنا كنا عايشين في رفاهيه بنت. بس ازاي يعني ما نحطش التاتش بتاعنا ونستغل تعثر الاخرين. وبيتعادل المنتخب المصري مع زامبيا 1-1. المشكله مش في كده، المشكله ان زامبيا كانت اخطر منك في الماتش ده، وكانوا قريبين جدا انهم يعملوها في ارضك ووسط جمهورك كمان. الله ده احنا لسه بنسخن وبنقول يا هادي، وماتش على ارضك وقدام زامبيا. امال لما تروح تقابل الجزائر على ارضهم الماتش الجاي هتنيل ايه؟ بتبدا الجوله الثانيه وزامبيا بتقابل رواندا، وهوبا زامبيا خطفت الفوز 1-0. عشان كده بدل ما احنا كنا مقلقين من الجزائر بس اكتشفنا ان بقى في منافس ثالث في المجموعه هو زامبيا اللي بقى معاه 4 نقط. وبتيجي مباراه مصر والجزائر الاولانيه واللي اتلعبت على ارض الجزائر وملاعب شمال افريقيا بقى، واعوذ بالله من ملاعب شمال افريقيا. الموضوع صعب شويه بس على الاقل نخطف نقطه يا راجل، عشان على الاقل الموضوع ما يتعقربش منك كعادتنا في كل تصفيات يا جماعه. حكام احنا بلد بتموت في الاثاره والسسبنس يعني. ومع بدايه الماتش لعيبه الجزائر هاجمين علينا هجمه سودة. الجماعه واخدين الموضوع مساله شخصيه. المهم احنا واحده بدانا نمتص حماسهم وبدانا نهدد مرماهم واحده. والشوط الاول خلص على كده. يعتبر الدنيا رايحه جايه لحد دلوقتي والدنيا ماشيه زي الفل، ولكنه كان الصمت الذي يسبق العاصفه. الشوط بدا بضربه ثابته للجزائر كانت هتزعلنا، يقول ربك سترها علينا، لحد لما كريم مطمور لاعب الجزائر هربد مشاهد دفاعنا واحد ورا الثاني، دخل من الباب للصاله لحد لما فاجئ الحضري بواحده. اديك تقول ما خدتش هناك الجميل. وهوب الجول الاول والملعب ولع، وشكلها كده ليلتنا مش فايته يا جدعان. قعدنا بقى نحاول نتعادل الكره في الثانيه، ومن ضربه ثابته تاني للجزائر ربك سترها عليك في الاولى، بس في الثانيه بيسجل عبد القادر غزال هدف براسيه، ودت الكره في ناحيه والحضري في ناحيه، وكده الليله اتكحلت علينا خالص. فضلنا نعمل هجمات بعدها ولكن بلا فايده، لحد لما رفيق جابور في الدقيقه 78 قال لنا يا جدعان يلا احنا بننام بدري، وخلص الماتش وسجل الثالث. والناس يعني مبدا احترام الضيف قال لك كفايه عليهم كده وخدوا بعضكم روحوا. والمهم من هنا لهنا سجلنا هدف. بس في حاجه اثارت فضولي في الهدف ده، مدافع الجزائر كسر التسلل على ال3 لعيبه بتوع مصر، وكان ناقص يكسر التسلل على الجمهور شخصيا، وكل ده وبيرفع ايده وبيعترض. انا عندي سؤال وعندي فضول اعرف الاجابه بصراحه، لو هو شاف الفيديو ده في يوم من الايام يعني. هو انت رافع ايدك ليه يا اسطى؟ بدل الجريمه اللي انت عملتها وهو ساكت. وبكده بعد مرور جولتين مجموعتنا الجميله بقت كالتالي: زامبيا 4 نقط، الجزائر 4 نقط، ومصر نقطه، ورواندا 0. الحمد لله في حد اقل مننا يعني. وبتيجي الجوله الثالثه الجزائر بتفوز على زامبيا 2-0، واحنا بقى بتجيلنا فرصه على طبق من ذهب هتلاعب رواندا وفي استاد القاهره. اظن مفيش اسوأ من رواندا يعني. وبيجي ماتش رواندا ومحمد نصر سايب الملعب بمصر برواندا بأمة لا اله الا الله، ومركز مع عصافير الغرام محمد زيدان ومي عز الدين. كل شويه يسيب لك الشاشه نصين ويجيب لك رده فعلها مع زيدان. يا ابني هات لنا الماتش، عاوزين نعرف الكره دخلت جول ولا ما دخلتش في ليلتك الصوره دي. المهم الماتش بدا بشوطه في السماء من وائل جمعه وفتح الله على غطسه من هاني سعيد، لحد لما جت كره خطيره كده لمحمد زيدان بمجهود فردي قدر يفتح لنفسه زاويه تسديد، وفي الاخر وداها لمي عز الدين. والله 3 كور خطيره في اول نص ساعه وكلهم في الاستاد. ارحم امي بقى، خلينا نخلص مع الناس. وفي وسط تضييع الفرص بتاعنا وسرحان دفاعنا وانشغال مخرج الماتش بمي عز الدين، ركز معانا شويه، كان مهاجم رواندا هيدينا
واحده غدا القاك ويخلص لنا مسلسل التصفيات بدري بدري، بس ربنا بيسترها علينا وخلص الشوط الاول وبدا يتسرب لنا احساس كده اللي هو يا رجاله حتى رواندا مش عارفين نسجل فيها، وبيبدا الشوط الثاني ومكملين في تضييع الفرص برضه. والمهم بعدها بشويه يا عم الناس بيسجل الهدف الاول واخيرا كسرنا النحس يا رجال. وبعدها بقى بنكمل مسلسل تضييع الفرص دوت لحد لما جت لنا ضربه جزاء بيسجلها حسني عبد الرب، وبتيجي لحظه الهدف الثالث الشهيره طبعا. يا ريت 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 يا عمري ما حبيت والله ولا انا يا كابتن. واخيرا الدنيا بتضحك لنا، تساوينا مع زامبيا ب4 نقط والجزائر اول ب7 نقط، لسه فيها والله يا رجال. نشد الحزام بقى ونطلع على رواندا يلا بينا. بس للاسف بيغيب ابو تريكه عن الماتش ده وبيلعب مكانه احمد حسن اللي بيسجل هدف الفوز بتاعنا الوحيد في الماتش ده. والتسديده جول التسديده جول التسديده جول. خلاص يا عم بلال حرام عليك وداني. وعلى الناحيه الثانيه الجزائر بتكسب زامبيا 1-0 عشان نبقى 7 نقط والجزائر 10 نقط. عندنا الماتش الجاي مع زامبيا في زامبيا وفي 50 سيناريو نصعد بيه للمونديال، يعني مثلا نكسب زامبيا والجزائر تخسر من رواندا. طبعا مستحيل دي اللي هو رواندا لو دخلت في 10 بلي هتخسرها اصلا. يا اما الحل الاسهل نكسب زامبيا ونيجي هنا في اخر ماتش في القاهره نكسب الجزائر 2-0 اعتبار اننا مسجلين هدف هناك وجول بجولين والكلام الجميل ده، وشد الحزام وبينا على زامبيا. وكعاده ماتشاتنا مع اي فريق افريقي على ارضه لازم يبقى الماتش الساعه 3 العصر. يعني انا عايز افهم الدول دي ما عندهاش كهرباء طيب ولا بيوفروها ولا هي مرضيه ولا ايه مش فاهم. يا ابني كفايه بقى عايز اسجل الفيديو. المهم ما علينا الماتش ده حياه او موت، لان اي نتيجه غير المكسب النهارده فانت اوت كده مفيش مونديال، وربك بيسهلها معانا وبنكسب 1-0 باقدام الملك حسني عبد ربه. عشان كده يبقى فاضل على الحلو تكه ويابا عافيه الذوق كلها شويه هبه فوق. وبكده لسه متبقي لنا ماتش واحد بس هو ماتشنا مع الجزائر في استاد القاهره. المنطق يعني بيقول انت محتاج تكسب 2-0 بس عشان تصعد، بس عشان انت في ماما افريقيا فما فيش منطق ولا بتنجان مخلل، لان بعد ماتش زامبيا على طول الاتحاد بتاعنا بيتفاجئ بخطاب من الكاف. يا نهار اسود، خير يلا في ايه؟ ده بالانجليزي يا حاج. اننا في حاله لو فزنا 2-0 هنضطر نلعب مباراه فاصله في ارض محايده مع الجزائر، او بمعنى اصح ادونا واحده لو عشمان شد في الشكمان. لا خد بالك على الرغم ان قانون افضليه هدف خارج الارض ده كان شغال مع لا اله الا الله عادي، يعني في نفس التوقيت البحرين تعادلت 1-1 على ارضها مع السعوديه وتعادلت على ارض السعوديه 2-2 وصعدت للملحق على اي اساس عشان افضليه الهدف خارج الارض برضه، ولا هي جت على ارمط والخلف ضر يعني. لا ونقطه كمان برضه، هو انت ليه ما اعلنتش عن القانون ده من بدايه التصفيات واستنيت لحد لما الامل رجع لنا تاني في الصعود وطلعت لنا بالقرار الجميل ده؟ المهم مش هنبكي على اللبن المسكوب، هو اتنال اتكب خلاص. وبيجي يوم الماتش 14 نوفمبر 2009 واستاد القاهره على اخره، عندنا شويه غيابات مؤثره زي حسني عبد رب ووائل جمعه ومحمد شوقي للايقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة مصر والجزائر الكايرو 2009. المهم بدأ الماتش لسه ما استوعبناش ايه الكلام يا رجاله، ولقينا عمرو زكي حط الاول. الكرة كانت حالفة طلاق 3 ما هي داخله، بيشوطها عبد الظاهر السقا وبيصدها اواوي، بيكمل عليها ابو تريكه بتخبط في العارضه، ترجع زيدان يصدها اواوي، ما خلاص يا اواوي، لحد لما عمرو زكي اداله واحده بقول لك ايه اوعى الفيتامين ينسيك انا مين. جون في اول 3 دقايق ادانا ثقه ان الليله ليلتنا يا معلم. وبعدها بشويه بس جت لنا واحده كوبي بيست بس دفاع الجزائر لحقها في اخر لحظه، ومن بعدها منتخب الجزائر مسكنا شويه هجمات لولا الحضري كان زماننا ودعنا المونديال واول مونديال واللي جاب المونديال، وقفلنا رولاند الاستاد وقمنا روحنا احسن. شوط كان بدايته كده بتقول لك اننا جايين نكسب سكور، فنتفاجئ ان نجم الشوط كان عصام الحضري اصلا. وعنتر يحيى لو سمع علينا في الكوره دي مش هيسمع علينا تاني، مش هيسمع علينا تاني. لو انت متابع معايا من فيديو مونديال 2010 هتفهم ان لما بشد على اسم حد معناه انه عامل مصيبه سوداء، ربنا يستر. وبدا الشوط الثاني، الشوط فضل هادي ومفيش حاجه كده لحد الدقيقه 57 اتلعبت الكره في ظهر هاني سعيد ولولا الحضري برده كانت جول وش. وبعدها بدقيقه بس اتشاطت كره ثانيه خطيره على عصام الحضري. بعدها بشويه لاعب الجزائر بيرقص هاني سعيد وبيديها لصيفي عشان يحطها فوق ال3 خشبات. جرى يا جدعان كسر البتاع ده على دماغكم، ما تصحوا بقى، ده الحضر اشتكى يا جدعان. ده غير على مبارك كده اللي ظهر في الكادر وهو بيبص في الساعه ولسان حاله بينها ما فيها الصعود او ما اجيب بقى ب 10 فين واروح للا. وفي الدقيقه 78 كان عبد الظاهر السقا هيريحنا كلنا ويحط التاني اللولا او اللي شكله مش ناوي في ليلته المنيله دي. والمهم عمالين نحاول بلا جدوى وكل شويه المخرج قاعد لنا لقطه عبد الظاهر الضيع. خلاص يا عم عرفنا ان الكره دي اللي مش هتصعدنا، كفايه بقى يا راي. الوقت بيعدي وامال الصعود بتتلاشى، الناس شبه استسلمت للامر الواقع. شغلنا موسيقى حزينه يا ابني. الناس شبه استسلمت للامر الواقع وما جاتش على المره دي يعني يا جماعه. خلاص بقى احنا اتعودنا، خلاص بقى اوقف الموسيقى بطل كرنج. لحد لما احمد عبد الملك بمجهود فردي ياخد الكره وبيجري بيها على الطرف ويرفع الاوفر، بس ما فيش حد يقابل الكره فترجع لسيد معوض اللي بيرفع وفجاه
زلزال ضرب استاد القاهره، مفيش حد على الكرسي بتاعه، مش بس في الاستاد، في البيوت، في القهاوي. مصر كلها رقصت على الهدف بعد ما الحلم كان اتبخر واختفى. فجاه كل حاجه رجعت. جول بيودينا الخرطوم، جول بيودينا المباراه الفصل. بس استنى لسه دقيقه ممكن يحصل فيها حاجه ولا حاجه يعني. ووسط الدكه ولعيبه الجزائر لسه ما استوعبتش جول عماد متعب، بيترفع اوفر لمحمد بركات اللي ما توقعش الكره تقريبا تعدله وبيشوطها في الشبكه من بره. يا بركات، الكره دي كانت وفرت علينا قصص وحكايات، وكان زماننا صعدنا لجنوب افريقيا من هنا يا راجل. وبيصفر الحكم والدنيا كلها افراح. ماتش واحد يودينا كاس عالم وبينا على الخرطوم يا رجال. وعلى راي هشام عباس بيقول لك ايه بقى، انا في الهوا شارد لا زاد ولا ميه، والشق لك قايد سهر لياليه. اسلاكي بقى بطوله بنت المباراة كانت بعدها ب4 ايام بس على طول في 18 نوفمبر. وخلينا نبدا في الماتش على طول. الماتش بدا معليين الكلام من اول الماتش، هجمات من هنا وهجمات من هنا. شوط كان نجوم وحراس المرمى لحد لما جت اللحظه الفارقه في الدقيقه 40. الكره بتتعلق لعنتر يحيى ويدي الشعب المصري واحده لو عشمان شد في الشكمان. ده كله كوم، وحافظ دراجة في الجون ده حاجه تانية. وزي ما شفتها في فيديو مونديال 2010 ولا حافظ دراجة اللي في جون عنتر يحيى قعد يلحن الجون 3 شهور. الماتش خلص وانا نمت وصحيت ورحت المدرسه ورجعت فتحت التلفزيون وهو لسه الله اكبر واي هدف. هذا هو اجمل هدف في العالم واحلى. جول. الشوط الاول بيخلص ويبدا الشوط الثاني على نفس الحال. الدنيا رايحه جايه والدنيا كلها كوم، والرجوله اللي كانت في الدنيا كلها مولع الجبايه ده كوم تاني ابيض عليك يا دول. قعدنا نحاول بقى مع شوش حارس الجزائر شمال يمين، الراجل متربسها بالمعنى الحرفي. وفي الاخر صفر الحكم نهايه الماتش ونهايه الحلم. يخرب بيت امك يا بنت، انت عامله زي الكره الجلد، كل ما اشوطك في حته تردي. ده انا واكلك علقه يد جبل. بحبك وانت عارف ان انا بحبك. وفي النهايه نسال نفسنا سؤال، هل احنا استحقنا الصعود؟ لا طبعا، لان لو جيت بصيت في كل الماتشات اللي لعبناها تقريبا ما لعبناش غير ماتش رواندا بتاع القاهره اللي هو اقل منتخب معاك في المجموعه اصلا. لكن باقي الماتشات كان نجمها الاول هو حسام الحضري اصلا. وبالنسبه لاخر نقطه معانا في حلقه النهارده وهي المشكله اللي حصلت بين البلدين، فبكل بساطه هي صناعه الاعلام بتاعنا. هم اللي بداوا ينوشوا كلام الستات وعاده المصادر دي اصلا. فطبيعي انت شحنت الاجواء من ما فيش. انت لما رحت هناك في ماتش الذهاب اللي اتلعب في الجزائر الناس استقبلوك احسن استقبال وباعترافنا احنا شخصيا. لما رحنا الجزائر استقبلنا احسن استقبال من الاتحاد الجزائري لكره القدم، وكلهم قالوا كده. سمير زاهر قال كده، وحسن شحاته قال كده، واللاعبين قالوا كده. لا لو جيت هندفع بقى ونجيب الملفات ونعمل قاعده عرب يا نجم الف ب يتجاب لك الاتوبيس بتاع الجزائر اللي اتكسر هنا في القاهره واللاعيبه اللي تعورت. هو مش دي اول مشكله وشراره حصلت في الموضوع؟ ولكن الرياضه بتقول واحد خبط، انت بتقع بتخبط واحد تقول له سوري. في حاجه دي؟ لا طبعا. طب انا لما اخبط واحد بالطوبه وشاب ما اقولوش سوري ليه؟ ولما قلت الكلام ده احد الزملاء عندك هنا في البرنامج قال هنا بريده خان مصر. انا بقيت مستغرب. لا انت خبطت واحد تاني يوم تكذب بتقول ما ضربتوش. في ساعتها دي كنا لازم نقول يا جماعه احنا اسفين. حتى جمالهم كانت بتتكلم علينا بشكل كويس وقتها عادي يعني. وزي ما سمعت من محمد فؤاد واحمد ادم والشله اللي عاوز اسوان تشبع فلاطم ده، اسمع من اخواتنا الجزائريين نفسهم واحكم بنفسك. اللي حطت اقدامنا هنا في مصر ما شفنا غير الخير من الشعب المصري ومن استقبال حار بدون مضايقات. وبس كده، ده كل حاجه كانت عندي في الموضوع. وافخم تحيه لحبايبي شعب الجزائر ودام الله الود من الشعبين. كان معكم تفاهم من ام الدنيا. لو عجبك الفيديو بقى ما تبخلش على اخوك باللايك والشير. اشوفكم بخير، سلام. يكتشف الحامض والبسيط